الوطنية والتاريخ الوطني والذي يطالب بحقوقه مثل باقي شعوب العالم. طب أستاذ فرحات، وصفت الحركة بأنها حركة تحرير وتقرير مصير القبائل، ولكن الجزائر كما تعلم تتهمكم بأنكم حركة أو بأنكم عملاء وحركة وتتعاملون مع الجانب الإسرائيلي، كيف ترد على هذا؟ حينما يناضل شعب من أجل حريته هم لديهم الحظ أننا لا نقاتل عسكريا ولكن سلميا. نحن لسنا كالبوليساريو التي تسلحه الجزائر لكي يقاتل من أجل حقوق تريدها الجزائر. نحن كشعب القبائل نحن يتهموننا بأننا إرهابيون لأننا نطالب تماما بنفس الحقوق التي تدعمها الجزائر بالنسبة للبوليساريو، ومع ذلك البوليساريو يرفعون السلاح ونحن لا نفعل ذلك. مع هذا نحن نتهم بأننا إرهابيون. الجزائر هي دولة إرهابية. الجزائر تمول الإرهاب في العالم. كل ما حدث في الإرهاب في منطقة الساحل كان بمباركة الجزائر وبمشاركة عناصر جزائرية. الاستخبارات الجزائرية قامت بذلك.